أعزائي المشاهدين، مساء الخير. أهلا بيكم معانا وحلقة جديدة بنقدم فيها بكل فخر وحب تحية للوطن. الحقيقة أن مهام كبيرة وثقيلة وعظيمة للقوات المسلحة، ولكن المهمة الأكبر والأشمل والأعظم هي حماية وطن. حصاد للعديد من المهام اللي تم رصدها من خلال البرنامج في عام 2023، والمهمة هي حماية وطن. هذا ما عهد رجال قوات الدفاع الجوي الله عليه لحماية سماء مصر من أي اعتداء خارجي، حيث تقوم بتنفيذ واجبات الخدمة القتالية فيما يتعلق بمهام الدفاع الجوي القيام بتنفيذه، مثل مهام استطلاع العدو الجوي وإنذار القوات الصديقة التي تقوم قوات الدفاع الجوي بحمايتها، بالإضافة لتدمير وسائل الهجوم الجوي المعادية في الجو، والمشاركة في تنفيذ عمليات الدفاع المضاد للصواريخ في مسارح العمليات العسكرية. لذا تظل قوات الدفاع الجوي هم حراس السماء. قوات الدفاع الجوي حراس السماء. المهمة حماية وطن، ذلك العهد الذي قطعه رجال القوات البحرية، فالقوات البحرية هي أحد الفروع الرئيسية للقوات المسلحة، هي المسؤولة عن حماية أكثر من 2000 كيلومتر من الشريط الساحلي المصري بالبحرين المتوسط والأحمر، تأمين الحدود البحرية والمجرى الملاحي لقناة السويس وجميع الموانئ المصرية، بالإضافة للأهداف البحرية والأهداف الساحلية على البحر. لذا تظل القوات البحرية عمالقة البحار. القوات البحرية عمالقة البحار. ونؤكد على أن المهمة حماية وطن. القوات الجوية هي فرع الطيران العسكري في القوات المسلحة. أنشئت بطلب مقدم من البرلمان المصري للحكومة عام 1928 لتكون جزء من الجيش المصري. ساهمت القوات الجوية من إنشائها في معظم الحروب والنزاعات التي كانت مصر طرف فيها، زي حرب سنة 1948، حرب اليمن، حرب 67، حرب الاستنزاف، وحرب أكتوبر 73. أظهرت بطولات فائقة في الدقة، وكانت سبب في تحقيق العديد من الانتصارات التي لا نزال نفخر بها على مر العصور. لذا تظل القوات الجوية تقدم لنا بطولات تتوارثها الأجيال.
القوات الجوية المصرية بطولات تتوارثها الأجيال. المهمة حماية وطن. تعد القدرة على التصنيع عموما وخصوصا تصنيع السلاح أدق ميزان لقياس قوة الدول، وتكتسب صناعة السلاح هذه الأهمية نظرا للصراعات اللي بيشهدها العالم. أصبح امتلاك السلاح أمر بالغ الأهمية للدول للمحافظة على أمنها القومي. تعد الدول ذات القدرة على التصنيع هي الأكثر وجودا في سوق السلاح العالمية، كما تعد صناعة الأسلحة من الصناعات المتخصصة متعددة الأبعاد، والتي قطعت فيها مصر شوطا كبيرا الفترة الأخيرة. لتظل قوتنا نصنعها بإيدينا. قوتنا نصنعها بأيدينا. ومن أهم ما قدمناه في عام 2023 حفل تخرج دفعة جديدة من طلبة الكلية الحربية، حيث تعد الكلية الحربية مصنع الرجال الأشداء، الصرح التعليمي الأول بمصر ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وأحد مفاخر الوطن على امتداد واتساع تاريخه العريق. ذلك الصرح العسكري العلمي اللي بيعتبر الأقدم في الشرق الأوسط وافريقيا، بيرجع تاريخه لعام 1811. بتحرص القيادة السياسية دائما كل عام على الاهتمام بهذه المناسبة، بيحضرها فخامة السيد الرئيس القائد عبد الفتاح السيسي، المثل والقدوة لأبنائه من أفراد القوات المسلحة وطلبة الكليات العسكرية. تم اللقاء صباح يوم تخرج دفعة جديدة من مصنع الرجال وعرين الأبطال الكلية الحربية. سعدنا اللقاء وسيادة الفريق أشرف سالم زاهر مدير الأكاديمية العسكرية المصرية. وفي البداية بنهني سيادتك يا فندم بهذا الحفل المختلف شكلا ومضمونا. أهلا وسهلا، تهنئة خاصة مني ليه لجميع الطلبة وذويهم وعائلتهم. وبالتأكيد هذا الحفل هذا العام واللي بيتزامن مع انتصارات أكتوبر، الذكرى 50 واليوبيل الذهبي لهذه الانتصارات المجيدة، فكيف يتواكب هذا الحفل مع هذه الذكرى؟ الحمد لله، في البداية النهاردة كان يوم سعيد جدا، بهني طلبة الدفعة 117، بأكد عليهم يحافظوا على أنفسهم وعلى كل اللي اتعلموه داخل الأكاديمية، سواء من علم أو انضباط أو لياقة بدنية، يحافظوا عليه داخل وحداتهم بإذن الله. الاختلاف هذا العام يا فندم بتواكبه مع ذكرى 50 لانتصارات أكتوبر. احنا كنا مهتمين خلال هذا العام ان الحفل ده يكون مختلف، لانه زي ما يعني بيمر علينا اليوميل الذهبي، فلازم يكون لنا احتفال مع حفل التخرج للطلبة. دمجنا الاثنين مع بعض بشكل جديد خالص. احنا لو لاحظنا هتلاقينا نفذنا معدات الابطال عبروا بيها لقناة السويس اثناء حرب اكتوبر، مع وجود احدث معدات موجودة داخل
القوات المسلحة موجودة في ساحة قدام حضراتكم. وكلمة سيادتك بتوجهها للخريجين واحتفالكم بيهم هذا العام؟ بهنيهم وبهني عائلاتهم باليوم السعيد دوت، انهم ان شاء الله باذن الله يكونوا اضافه قويه للقوات المسلحه. بالنسبه لنا داخل القوات المسلحه بدعوهم بالتحلي بالاخلاق الحميده، يشتغلوا ويعملوا بجد واتقان. ان شاء الله باذن الله يكونوا اضافه قويه ودم جديد داخل شرايين القوات المسلحه. وأيضا من حصاد 2023 دخول دفعات جديدة للخدمة داخل صفوف قواتنا المسلحة. إن العنصر البشري هو ركيزة نجاح أي مؤسسة خلال حرب أكتوبر 73. لولا العنصر البشري وإيمانه بالله والوطن وقضيته لما حققنا النصر، بالإضافة لاستخدام التقنيات الحديثة وإدراج هندسة الفضاء ضمن المقررات الدراسية، اعتماد نظم التسليح الحديثة والأسلحة ذات التكنولوجيات المعقدة لخلق جيل جديد من طلبة الكلية العسكرية قادرين على حمل الراية. ونعرض على حضراتكم اللقاءات اللي تمت يوم ضخ شرايين جديدة من الأبطال داخل قواتنا المسلحة. سعدنا أن يكون معانا سيادة اللواء بحري أركان حرب أشرف مشرفي مدير الكلية البحرية في هذا الاحتفال بخريجين جدد ودفعات جديدة من الكليات العسكرية. الأول بنهني حضرتك يا فندم، ألف مبروك بهذا التخرج. الله يبارك في حضرتك، وحضرتك شرفتينا. شكرا جزيلا يا فندم. ودفعة جديدة بتنضم للعسكرية المصرية من الكلية البحرية، نعرف من سيادتك يا فندم اللي بيميز خريج الكلية البحرية. اللي بيميز الخريج الكلية البحرية اللي احنا بالإضافة للمواد النظرية اللي بيتم تدريسها للطلبة، فاحنا مركزين على الناحية العملية وده أساس شغلنا. فاحنا بننفذ خلال السنوات الدراسية الأربعة معسكرات تدريب داخلي ومعسكرات تدريب خارجي. معسكر التدريب الخارجي بيكون داخل مسرح عمليات جمهورية مصر العربية في البحر المتوسط في نطاق الأسطول الشمالي، والبحر الأحمر في نطاق الأسطول الجنوبي، وفي بيتم تعرف الطالب على الخلجان والمضايق والجزر والأهداف الحيوية والاقتصادية. أما بالنسبة لمعسكر التدريب الخارجي فهو بيكون خارج حدود الدولة، وأثناء تنفيذ هذا المعسكر بيتم تنفيذ تدريبات مشتركة وعابرة مع الدول الصديقة والشقيقة وزيارة للكليات البحرية لهذه الدول. وخلال هذه الزيارات الطلبة بيبقى عندهم فرصة اللي هم بيشوفوا أرقى أنواع العملية الدراسية، وبيندمجوا مع طلبة الكليات المناظرة في هذه الكليات وبيكتسبوا ثقة مما يؤهلهم للوصول لمرحلة الاحترافية. واحنا بنحتفل يا فندم باليوبيل الذهبي لانتصارات اكتوبر المجيده، اولا حضرتك تكلمنا عن خصوصيه الاحتفالات هذا العام، وايضا ايه الرساله اللي بتكون مع جيل جديد وخريجين جدد من الكليه البحريه؟ والله هو الاحتفال عندنا احتفالين. الاحتفال الاول هو بمناسبة تخرج الطلبة الدفعة 74 بحرية، والاحتفال الكبير اللي هو الاحتفال بمرور 50 عام على نصر اكتوبر المجيد. والرسالة اللي انا بقولها لحضرتك اللي الطلبة الدفعة 74 اللي اتخرجوا النهاردة هم طلبة على مستوى عالي من العلم والمعرفة والمستوى الاحترافية، قادرين على التعامل مع منظومات التسليح الحديثة والتكنولوجيا المتطورة. هم قادة واحترفوا فن القيادة ولهم القدرة على اتخاذ القرار الصحيح في أقل وقت، مما يؤهلهم للعمل تحت الظروف المختلفة وفي
جميع انواع انظمه التسليح الحديثه. ويسعدنا هذا اللقاء وسياده اللواء استاذ دكتور اسماعيل محمد كمال مدير الكليه الفنيه العسكريه. اهلا بيك معنا يا فندم. اهلا وسهلا بحضرتك وبرحب بيكم في اليوم الجميل ده، يوم التخرج الاكاديميه العسكريه والكليات العسكريه. اتكلم يا فندم عن سنوات الدراسه للطالب. الحقيقه احنا الطالب بيقضي عندنا حوالي 5 سنوات دراسيه بتشمل برنامجين اساسيين. البرنامج الاساسي هو الدراسه العسكريه وتحويل الطالب من طالب مدني الى طالب عسكري، ثم المحور الاخر هو التعليم الهندسي اللي احنا بنبذل فيه الحقيقه مجهود كبير جدا، عشان زي ما حضرتك عارفه ان نظم التسليح الحديثه دلوقتي بقت بتعتمد اساسا على تكنولوجيات متطوره وذكاء اصطناعي وخلافه. فده بيؤدي الى ان احنا لازم نؤهل الضابط المهندس ليكون قادر على التعامل مع هذا النوع من التكنولوجيات. وكثير مما يميز خريج الكليه الفنيه العسكريه، نتكلم يا فندم عن ما يميز الخريج. الحقيقة أنا يعني بعتبر أن خريجي الكلية الفنية العسكرية من أفضل خريجي كليات الهندسة في مصر، وأنا بدعي يعني أنه هو الحقيقة على مستوى العالم بالكامل. خريج الكلية الفنية العسكرية مؤهل تأهيل على أعلى مستوى من خلال 4 محاور رئيسية. المحور الأولاني عضو هيئة التدريس. احنا الحقيقة عضو هيئة التدريس عندنا بنوليه اهتمام خاص، والقيادة العامة للقوات المسلحة الحقيقة بتبذل مجهود كبير جدا في سبيل تأهيل عضو هيئة التدريس. يعني أنا عايز أقول لحضرتك إن عندنا أكتر من 98% من السادة أعضاء التدريس مؤهلين بدكتوراه من خارج مصر، سواء من الولايات المتحدة الأمريكية، سواء من كندا، إنجلترا، ألمانيا، فرنسا، إيطاليا، إسبانيا، ومؤخرا الصين. كم التنوع اللي موجود في التأهيل ده بيضفي يعني على التعليم داخل الكلية بأساليب تعليم مختلفة بالنسبة للطلبة. الحاجة التانية في تطوير التعليم عندنا هو البيئة التعليمية. الحقيقة برضو البيئة التعليمية عندنا بالكامل بقت بيئة رقمية بتعتمد في الأساس على الطالب مع التابلت أو اللابتوب بتاعه، بيبتدي يتعامل مع جميع المواد الدراسية، بيستدعي جميع المواد الدراسية اللي هو محتاجها، بيبتدي يعمل يقدم الواجبات الدراسية بتاعته من خلال هذه البيئة الرقمية. المدرس بيديله الواجبات بتاعته من خلال هذه البيئة الرقمية، بيتعلم، بيخش على المكتبة الرقمية وخلافه. فالبيئة الرقمية بتدي للطالب وقت ان هو يتعلم مزيد ومزيد من العلم. الحاجة الثالثة الحقيقة الطالب نفسه احنا بنعد له مجموعة متكاملة من البرامج التدريبية والبرامج الدراسية، عشان مش بس يتعلم التعليم النظري، لا يبقى يشتغل بإيده ويتعلم التعليم العملي. وده من خلال المعامل. احنا عندنا اكتر من 120 معمل في مختلف التخصصات الهندسية، بالإضافة إلى اشتراك الطالب في المسابقات المختلفة سواء داخل مصر أو خارج مصر. ده بيعلم الطالب روح العمل بروح الفريق، بيعلم الطالب ازاي يعمل تطبيق للي اتعلمه النظري على يطبقه تطبيق عملي. ثم في النهاية الحقيقة بنتكلم على المنهج التعليمي. المنهج التعليمي احنا كل 5 سنوات بنطور المناهج التعليميه بتاعتنا، لان الحقيقه تكنولوجيات زي ما قلت لحضرتك التسليح ونظم التسليح ما بقتش متوقفه عند حد معين، ده كل يوم في جديد. فعشان كده احنا كل دفعه بتقضي 5 سنوات عندنا بمناهج تعليمية، بأسلوب تعليم، بطريقة تعليم متطورة تتمشى مع التطوير الحادث في نظم التسليح العالمي. ويسعدنا اللقاء وسيادة اللواء طبيب أيمن محمد شوقي مدير كلية الطب بالقوات المسلحة. أهلا بيك معنا يا فندم. أهلا وسهلا. وبنهني سيادتك في البداية على تخريج دفعة جديدة وهذا الحفل للتخرج اللي له بالتأكيد خصوصية هذا العام احتفالا باليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر. حضرتك تكلمنا عن خصوصية هذا الاحتفال هذا العام. أنا طبعا في الأول ببارك لأبناء الطلبة من الدفعة ال5 وال6 من كلية الطب قوات مسلحة، وطبعا دول إن شاء الله يبقوا إضافة جديدة للخدمة الطبية في القوات المسلحة وفي مصر بشكل عام إن شاء الله بإذن الله. حضرتك تكلمنا يا فندم على كيفية التأهيل لطالب كلية الطب بالقوات المسلحة حتى يصبح خريج جدير بكل الثقة من الشعب المصري. هو طبعا كل سنة بعد انتهاء الامتحانات الثانوية العامة بنعلن عن دفعة جديدة
87%، وبيجتاز اختبارات زي اي طالب في كليات عسكريه، ما عدا فقط ان هو ممكن يرتدي نظاره في الكشف الطبي. باقي الاختبارات زي اي كليه، في سمات وفي رياضي وفي طبي وفي نفسي وكشف الهيئه اخر حاجه. وبعد كده بيتم اعداده عسكريا في الاكاديميه الطبيه العسكريه لمده حوالي من 45 ل 60 يوم، اعداد عسكري كامل، نقله من الحياه المدنيه للحياه العسكريه، وبعدين بيتم نقله الى كليه الطب. بنكمل فتره الاعداد العسكري ويبدا دراسه المواد الطبيه وال5 سنوات الباقيين، وبعد كده ان شاء الله بيتخرج سنه امتياز، وبعد كده بيبدا في الخدمه بالقوات المسلحه في المستشفيات العسكريه المختلفه. رسالة حضرتك بتوجهها لخريج كلية الطب بالقوات المسلحة، وأيضا للطالب الذي ما زال يدرس مناهج بالتأكيد حضراتكم بتحرصوا على أن هي تكون بتواكب كل علوم العصر. طبعا الخريجين بقول لهم الف مبروك، وبقول لهم ده مش نهايه المطاف، هو لسه قدامه ماجستير وقدامه الدكتوراه وقدامه ابحاث علميه لازم بيعملها علشان يواكب التقدم الكبير والسريع في المجال الطبي. وبالنسبه لابناء الطلبه في الكليه بقول لهم طبعا ان شاء الله يعني تبقوا زي زمايلكم وتتخرجوا، وطرق التدريس اللي موجوده في الكليه بتساعدكم ان انت تبقى طبيب وبمستوى علمي طبعا عالي، وهو يعني حاجه خاصه في الكليه ان هو ضابط وطبيب، مهنتين الاثنين مهن مشرفه، هيبقى بيدافع عن بلده لانه ضابط وبيدافع عن ارضه، وفي نفس الوقت بيخفف ويعالج الام المرضى، فطبعا دول اشرف مهنتين. يسعدنا اللقاء وسيادة اللواء طيار أركان حرب مدحت كامل زكي، نائب مدير الأكاديمية العسكرية المصرية للكلية الجوية. أهلا بيك معنا يا فندم. حضرتك يا فندم. والبداية طبعا بنهني سيادتك على تخريج دفعة جديدة من الكلية الجوية، وهذه الدفعة تكلمنا يا فندم عن خصوصيتها هذا العام. الحمد لله رب العالمين، بنحتفل السنة دي بتخريج الدفعة 90 طيران و90 علوم عسكرية جوية. هذا الاحتفال احتفال خاص وذو مذاق خاص جدا، لان احنا النهارده بيتوافق مع احتفالنا بتخريج الدفعه 90 طيران وعلوم عسكريه جويه احتفالات مصر والقوات المسلحه بالكامل بذكرى انتصارات اكتوبر المجيده ومرور 50 عاما على حرب اكتوبر. يوم مميز ويوم جميل، ويمكن حضرتك شايفه فرحه اولياء الامور قد ايه وفرحه الطلبه قد ايه. لا حقيقه لازم يحتفلوا النهارده بشكل كبير كمان. صحيح، وبالتأكيد سنوات من الدراسة بتؤهل طالب الكلية الجوية للقيام بمهام كبيرة جدا للحفاظ على أرض الوطن. نتكلم يا فندم على هذه المهام وكيفية تأهيله. مفيش شك بداية من اختيار وانتقاء الطالب، دي أول مرحلة في الاختيار، دي اللي بتتم خلال الكشوفات أو مراحل الكشوفات المختلفة اللي الطالب يمر فيها، ثم التحاقه بالأكاديمية العسكرية مرحلة الإعداد المركز، ثم بعد كده انتقاله للكلية ويبدأ في المراحل التأهيل المختلفة، سواء تأهيل معرفي أو تأهيل مهاري حتى الوصول ليوم التخرج بتاعه النهارده. الطالب في هذه المراحل مر بحاجات كتيرة جدا، مر ببرامج تدريبية مختلفة، مر بتحديات أنا بسميها تحديات كبيرة جدا في حياته، قدر يجتازها بكل نجاح حتى يوم التخرج. سعدنا هذا اللقاء وسيادة اللواء أركان حرب إيهاب الفيومي، نائب مدير الأكاديمية العسكرية المصرية للكلية الدفاع الجوي. أهلا بيك معنا يا فندم. أهلا بيك يا فندم، كل سنة وحضرتك طيبين بمناسبة انتصارات أكتوبر العيد ال50. وحضرتك بألف خير، وبالتأكيد هذه الدفعة الجديدة ليها خصوصية في حفل تخرجها مع هذه الاحتفالات في مصر أجمعها. حضرتك تكلمنا عن هذا الحفل وخصوصيته. طبعا النهارده انا بقول لابنائي الخريجين
ألف مبروك التخرج، وخاصة انهم تخرجوا في ظل احتفالات العيد ال50 لانتصارات أكتوبر. الحقيقة يا فندم الدفعة دي تلقت العديد من العلوم في كلية الدفاع الجوي، منها العلوم العسكرية، علوم الدفاع الجوي، العلوم الهندسية. أنا بقول لهم لابد إن احنا نطور هذا العلم لرفع كفاءة وتطوير معداتنا، رفع كفاءة وحدات الدفاع الجوي. النهاردة أنا بوصيهم الحفاظ على وحدات الدفاع الجوي من خلال ثقة غير محدودة بالله سبحانه وتعالى. أوصيكم بالوعي، قدر لابد يكون عند حضرتك الوعي الكافي لمجابهة التحديات الحالية والمستقبلية، مش على مستوى الشخص بس ولكن على مستوى مرؤوسيك، علشان تكون قادر إن شاء الله على قيادة وحدة فرعية صغرى بالعلم والانضباط. ويسعدنا اللقاء وسيادة اللواء أركان حرب أكرم صلاح الدين محمود، مدير الكلية العسكرية التكنولوجية. أهلا بيك معنا يا فندم، وكل التهاني في البداية. أهلا وسهلا بيك يا فندم. وكلمة سيادتك بتوجهها في البداية لهؤلاء الخارجين الجدد وهذه الدفعة الجديدة من الكلية. بداية طبعا أنا بوجه خالص التهنئة والشكر والاحترام بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن جميع أعضاء التدريس بالكلية. بشكر أبنائي وبشكر أسرهم على المجهود اللي اتبذل أثناء فترة دراستهم بالكلية وإعدادهم. دي مرحلة مهمة جدا انتوا عديتوا منها، والنهارده الحمد لله بتنالوا شرف الانضمام للقوات المسلحة بعد تعيينكم برتبة الملازم تحت الاختبار. والاحتفال ده جاي في مناسبة عظيمة كلنا بنفرح بيها، وهو الاحتفال بالذكرى ال50 لانتصارات أكتوبر. أنا بأكد عليك أنت ابتديت المسؤولية من ساعة ما تعينت ملازم تحت الاختبار. مسؤوليتك ومهمتك أنك تحافظ على الاستعداد والكفاءة الفنية والقتالية لأسلحة ومعدات وأنظمة القوات المسلحة. بأكد عليك أن أنت تتمسك بالمهمة وشعار الكلية، وشعار الكلية هو الإيمان، العمل، التطوير. الإيمان بالله، الإيمان بالوطن، الإيمان بنفسك، الإيمان بمهمتك هي الخطوة الأولى لتحقيق أهدافك. العمل بكل جهد وإخلاص بأسلوب علمي للوصول لدرجة الاحترافية.